في الفيديو النهارده جايب لك حل سحري لزيادة الوزن. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير مننا حاول يزود وزنه ومعرفش. كتير مننا حاول مرة واتنين وتلاتة وفشل انه يزود وزنه. النهارده في الفيديو جايب لك طريقة هتزود وزنك في اسرع وقت ممكن. لو انت رفيع جربت تاخد المكملات ما عملتش معاك نتيجة، جربت تاخد وصفات ما عملتش معاك نتيجة، اسمع اللي هقول لك عليه في الفيديو النهارده وجربه. اول حاجة عايزين نعرف ازاي هتزود وزنك. هتزود وزنك يعني هتزود اكلك، هتزود سعراتك الحرارية كويس قوي. تاني حاجة، انت دلوقتي كلت، طب الاكل ممكن ما يكونش امتص كويس في جسمك ما استفادش بيه. الاكل زي ما بتاكله بيطلع، جسمك ما استفادش بيه. يعني تاني حاجة ممكن يكون عندك مشكلة في الامتصاص. فانا جايب لك الحلين. اول حاجة هتزود سعراتك الحرارية ازاي؟ اكتر حاجة موجودة على كوكب الارض وفيها سعرات حرارية ممكن تفيدك انك تزود وزنك هي المكسرات. اكتر حاجة فيها سعرات حرارية، يعني لو خدت كبشة بايدك كده، الكبشة الصغيرين دول ممكن يعملوا معاك 500-600 سعر حراري. يعني الشوية دول كفيلة ان هم يزودوك، يعلوا سعراتك الحرارية طول اليوم. لو مشيت على النظام ده هتجيب مكسرات زي فول سوداني، اللوز، الكاجو، عين الجمل، الفستق. الحاجات دي كلها سعراتها الحرارية عالية جدا جدا، فيها دهون صحية بنسبة كبيرة، هتزود معاك التستوستيرون للرجالة. كلها فوايد. زي ما قلت شوية الصغيرين دول حوالي 60-70 جرام، دول فيهم حوالي 500 سعر حراري. الشوية دول بيساوي وجبة كبيرة، وجبة فراخ ورز وسلطة، وجبة الكمك. انت ممكن شوية زي دول اصلا تاكلهم وانت داخل تعمل حاجة، تاكلك في اليوم حوالي 200 جرام 300 جرام بالكتير، ما تزودش عن كده. مش كل حاجة كترها هيفيدك. 200 جرام 300 جرام لوز، عين جمل، سوداني، الحاجات دي كويسة. بس عايز افهمك حاجة، ان زيادة الوزن اللي هتجيلك دي مش هتجيلك في يوم وليلة، هتستمر على الموضوع ده لمدة شهر، شهر ونص، شهرين. تمام؟ دي اول حاجة. تاني حاجة، الزيادة اللي انت هتحصل عليها دي زيادة في كل حاجة، زيادة في الدهون، زيادة في المية، زيادة في العضلات. يعني اسمها بنسميها احنا في كمال الاجسام الديرتي بالك. تمام؟ هتزيد دهون وهتزيد مية. يعني انت دلوقتي لو مستعجل على زيادة وزنك، عندك مثلا فرح، عندك مناسبة، عايز وزنك يزيد بأسرع وقت، خلاص مش قادر، وزنك ضعيف جدا وعايز تلحق الميعاد اللي عندك، استعمل الطريقة دي هتفيدك قوي. زي ما اتفقنا، هتجيب شوية صغيرين تقعد تنقنق فيهم طول اليوم، مش هتحس انك بتاكل اصلا، مش هتحس انك بتاكل. خلي معاك دايما كيس كده صغير وانت رايح اي مشوار، نقنق فيه كده وانت ماشي، مش هتحس انك بتاكل، وهيعلي معاك سعراتك وهيتخنك. وجربها وقول لي. تاني حاجة بتعيق انك تزيد في الوزن، انك جسمك ما بيمتصش الاكل بصورة كويسة. ده هنعالجها ازاي؟ اول حاجة لازم تاخد مالتي فيتامين. مالتي فيتامين بيبقى فيه العناصر كلها، فيه الفيتامينات والمعادن كلها. كبسولة الواحدة لو انت حاولت تاخد اللي جواها من الاكل هتقعد طول اليوم تاكل ومش هتعرف تجيب نفس الكميات. يعني عشان تجيب مثلا عنصر واحد من اللي في الكبسولة دي زي فيتامين سي مثلا، نمسك فيتامين سي، عشان تاخد الكمية اللي موجودة في الكبسولة عايز لك 2-3 كيلو برتقان في اليوم عشان تاكلهم. ده بالنسبة لعنصر واحد. عندك لسه اكتر من عنصر، عندك حديد، عندك فوسفور، زنك، مغنيسيوم، كالسيوم، بوتاسيوم، بي 6 وبي 12، فيتامينات كتيرة جدا. كل حاجة من دي مفيدة جدا للجسم، ونقصها بيأثر على جسمك وبيأثر على وظائفه وبيأثر على امتصاص الأكل في الجسم. هتستخدم المالتي فيتامين حتى وانت مش بتتمرن، حتى وانت مش بتتمرن روح الصيدلية شوف لك مالتي فيتامين كويس، بس يكون الجرعات اللي فيه حنينه. الناس اللي بتبذل مجهود هي اللي بتاخد مالتي فيتامين عالي، بتبقى فيه نسب تركيز متفاوته. هات لك حاجه حنينه خالص، حاجه صغيره هتفيدك قوي. فاكرين زمان لما كان يقول لك ده معدته فيها دود؟ معدته فيها دود دي يعني بياكل الاكل وما بيبانش عليه. هو ده سبب ان جسمك ممكن ما يكونش بيمتص الاكل كويس، فما بيبانش عليك اي زياده. تمام؟
مالتي فيتامين مهم جدا جدا جدا. انا بالنسبه عني بستخدم السنترام، حاجه نضيفه جدا مليانه فيتامينات ومعادن. مش لازم تاخد السنترام، خد اي حاجه حتى لو مصري فيها كميات كويسه. الفيتامينات اللي في الكبسوله دي مش هتقدر تجيبها من الاكل، ما تستهترش وهاتها. لو مش قادر تاخد مالتي فيتامين، في حاجه تانية اسمها اقراص خميره، دي موجوده برضو على الصيدليه، ممكن تجيبها. بس قبل ما تاخدها اتاكد ان هي تنفعك. الاقراص الخميره دي ما تنفعش للحوامل، ما ينفعش للاطفال الصغيرين. انا بدي لاطفالي مالتي فيتامين، اكيد طبعا مش بديهم كبسولات وحبوب، بديهم حاجه زي باودر كده. زي ما قلت ممكن يكون في فيتامين معين ناقص في جسمك هو اللي مسبب لك مشكله في زياده الوزن. اتبع الخطوتين اللي انا قلت لك عليهم دول، وقول لي لو عملت الطريقتين دول وما جابش معاك نتيجه، روح حلل واكشف، ممكن يكون عندك خلل في الغده الدرقيه. لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتس. لو الحلقه عجبتك متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت مش مشترك، واستنى الحلقات الجديده. سلام.